بيان هيئة كبار العلماء في السعودية حمل موقفا واضحا بشأن خطر تنظيم الإخوان، إذ أوضح زيف هذه الجماعة المنحرفة القائمة على إثارة الفتن في الدول وزعزعة التعايش في الوطن الواحد. وبينت الهيئة أن هذا التنظيم منذ تأسيسه لم تظهر منه أي عناية بالإسلام، وإنما غايتهم الوصول إلى الحكم، ومن رحمه خرجت جماعات إرهابية متطرفة. البيان واضح جدا بأن هذه الجماعة إرهابية وأنها لا تنتمي للدين الإسلامي الحنيف الصحيح. لا شك أن هذا البيان مهم جدا حتى يتنبه الذين يغترون بالدعايات التي تقدمها هذه الجماعة. البيان أيضا حذر من أن هذا التنظيم لا يمثل نهج الإسلام، وإنما يتبع أهدافه الحزبية المخالفة لهدي الدين الحنيف، وأن رجالاته يتسترون بالدين ويمارسون ما يخالفه من الفرقة وإثارة الفتنة والعنف والإرهاب. جماعة الإخوان المسلمين جماعة ليست دينية بمعنى أن تسعى لإعلاء كلمة الدين أو مساعدة المسلمين في أقطار الأرض، إنما جاءت لأغراض سياسية، جاءت لتسلك طرق إلى الوصول إلى كرسي الحكم، هدفها سياسي وإن كانت تتدثر بغطاء الدين، إلا أنها هي جماعة سياسية تبحث عن مكاسب سياسية تحت غطاء الدين. بدوره شدد وزير الشؤون الإسلامية في السعودية على أهمية هذا البيان وتوقيته، وبأنه لا عذر لأحد بالجهل مستقبلا بعد هذا البيان. بيان واضح وشفاف ومدعوم بالأدلة والبراهين ومن أعلى سلطة دينية في السعودية. البيان جاء موضحا لخطر تنظيم الإخوان ومحذرا من أفكارهم وشرورهم على المجتمعات المسلمة. محمد المحمود، سكاي نيوز عربية، الرياض.